السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة مع بعض المكرونة بالوايت صوص. وصفة سهلة وبسيطة وسريعة ومغذية، ومش هتاخد منك أكتر من ربع ساعة في المطبخ. تنفع في الفطار، تنفع في الغدا، تنفع في العشاء، بجد تحفة. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه معايا حله كده فيها ميه، نحطها على النار. اول ما الميه تغلي هننزل بمعلقه من الملح، وهننزل بكيس من المكرونه. دي مكرونه قلم، اللي هي المكرونه المشطوفه العاديه، او ممكن تستخدمي اي نوع مكرونه انت حباه. هنسلق المكرونه كده نص سلقه، هتكمل سواها في الصوص بتاعها. على ما المكرونه تتسلق هنجيب صينيه او طاسه على النار، هننزل بمكعب من الزبده او السمنه وعليهم معلقتين من الزيت. هندي المكرونه بس تقليبه كده. وهنا حبايبي معايا بصلايه متوسطه متقطع صغير، هننزل بيها كده وهنقلبها لحد ما البصلايه تدبل معانا، مش عايزينها تاخد لون او تحمر معانا. المكرونه كانت اتسلقت معانا نص سلقه، هنطفي عليها وهنروح نصفيها ونركنها كده على جنب. هننزل بقى بنص معلقه من التوم المفروم على البصل، وهنقلب كده كويس مع بعضه لحد ما نشم ريحه التوم طلعت كده والبصل دبل معانا بالشكل ده. هننزل بيه الفلفل الالوان المتقطع صغير، فلفلايه من كل نوع. لو انت حبيت تحطي فلفلتين كده من كل نوع هيبقى كويس قوي، علشان الالوان تبقى حلوه كده في المكرونه. لو انت عندك كمان بصليه جزريه مبشوره، ممكن تنزلي بيها كوبايه من البسله، هتبقى جميله جدا جدا. انا عندي كان علبه مشروم في التلاجة، صفيتها وشطفتها كويس جدا ونزلت بيها على الخضار بتاعي. الخضار اللي انت حباه ممكن تستخدميه، بس كل ما هتكتري فيه الالوان بتاعه الخضار معاكي، كل ما هبتدي للطبق قيمه غذائيه اعلى. نزلت بنص معلقه صغيره من الملح، ورشه من الفلفل الاسود، ومعلقه من الزعتر. الزعتر اساسي في الوصفه. هنقلب وهنراعي كمان ان احنا لسه هنحط ملح وفلفل اسود في الصوص بتاعنا، مش هنكتر في الخضار يعني الملح والفلفل الاسود. هنجيب الحلة اللي احنا سلقنا فيها المكرونة، شطفناها وحطيت فيها 3 معالق كده او 4 معالق من الزبدة او السمنة، ونزلت عليهم بمعلقتين من الزيت. هنزل عليهم ب4 معالق كبار من الدقيق، الدقيق منخول طبعا. وهنبدأ ان احنا نقلبه كده لحد ما نشم ريحة الدقيق طلعت، مش عايزين الدقيق ياخد لون خالص. هننزل باللبن او بالحليب بتاعنا، سواء مغلي او بارد مش هيفرق. ده لتر من الحليب. هنقلب كويس جدا علشان ما يكلكعش معانا. وبعد كده هنزل بعلبة من كريمة الطهي. ممكن تنزلي بمكعبين 3 من الجبنة المثلثات الكيري أو أي نوع انت حباه، بيخلي القوام جميل جدا وبيخلي القوام كريمي. حطيت نص معلقة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، عشان طبعا كنت حاطة ملح وفلفل أسود في الخضار بتاعي. وهنقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وحطيت مكعبين من مرق، وكان المفروض احتفظ بكوباية من مية سلق المكرونة عشان لو احتاجناها، لو القوام بتاعنا تقل هنزودها كوباية من مية سلق المكرونة. ولكن انا ما كنت يعني صفيتها، ما كنتش احتفظت الكوباية، هزودها بكوباية من المية. ممكن تزوديها بكوباية من الحليب لو عندك، لحد ما القوام بتاعنا يبقى متوسط، ما يكونش تقيل قوي ولا خفيف قوي، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هننزل بقى بالخضار القمر بتاعنا ده. لو كنت حطيتي كمان جزرايه عليها وكوبايه من البسله كان هيبقى رائع بجد. بس هو كده بجد تحفه، طعمها كان خطير. وصفه خفيفه جدا مش هتاخد منك اي وقت، وكمان ممكن يعني اقولك تفطري بيها لانها وصفه خفيفه جدا يعني. بص القوام بتاعه عامل ازاي، كده تحفه. هننزل بقى عليهم بالمكرونه بتاعتنا اللي احنا سلقناها نص سلقه، وهنسيبها كده تاخد تقليبتين 3 عشان تكمل السوا بتاعها في الصوص بتاعها. عايزه اقول لكم الصوص جميل جدا، المقادير حلوه قوي، بس لو كنا كترنا كمان يعني فلفلايه من كل نوع كان هيبان اكتر من كده. ولكن المشروم كمان باين علشان هو كان يعني لونه ابيض، لون المكرونه مش باين قوي. رشيت عليها رشه من الزعتر كمان، ومعلقتين من الكزبره، من البقدونس اسفه،
ورق البقدونس المتقطع صغير. تمام كده خلاص الوصفة معايا جاهزة، منتهي الجمال وريحتها خطيرة بجد، تحفة. هنغرفها بقى. الطبق لذيذ جدا، والصوص بتاعها يعني كويس قوي ومظبوط معانا، والقوام بتاعه رائع. هرش على رشة من البقدونس بالشكل ده، وبكده تبقى جاهزة معانا في منتهى الجمال والقمر بالشكل ده. بجد تحفة وخطيرة ومغذية، ووصفة سريعة ومش هتاخد منك أي وقت خالص. هنغرب بقى الطبق التاني كده بالشكل ده. وبجد وصفة أنا من عشاق المكرونة بالصوص الأبيض. بصوا جمال، اتمنى الوصفه تعجبكم يا حبايب قلبي، ولو عجبكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير وتشتركوا في القناه. ويعني عايزه اقول لكم ربنا ما يحرمني من تعليقاتكم الجميله ولا من كلامكم الجميل، ودومكم في حياتي اكبر نعمه. واشوفكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.